تعالوا نعمل مع بعض احلى جاتوه شاتوه باقل الامكانيات. يلا بينا نعمل احلى جاتوه بالشوكولا. اول حاجه خالص هجيب كوبايه من السكر، كوبايه اهي من السكر، وهضربها كويس قوي في الخلاط. بعد ما ضربت السكر بودر كده هحط عليه نص كوبايه من الكاكاو الخام، كوبايه من الزيت، كوبايه من اللبن الدافي. نحط بقى كوبايه اللبن الدافي ونضرب تاني في الخلاط. ده كده شكل الصوص معايا. اشيل منه كوبايه بقى، طبعا الصوص تقيل. شلت كوبايه كده في اللي هشيلها في التلاجة دي للتزويق، لتزيين الجاتوه. نكمل بقى في نفس الخلاط. هحط كيس فانيليا، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر. احنا قلنا مع البيكنج باودر هنحط معلقه كبيره من الخل، دي بتدي للكيكه هشاشان كده، مش بتبقى الكيكه هشه وطريه بزياده. بصوا الفوران، البيكنج باودر مع الخل بتدي كده ايه فوران، ده اللي بيخلي كيكه عاليه وهشه معاكي. وبعد كده بيضتين، حطيت كده البيضتين. ناقص اخر حاجه خالص كوبايه مليانه من الدقيق، الكوبايه دي برضو كله في الخلاط. واضرب بقى كله كده في الخلاط. جبت كده صينيه وهصب فيها بقى الجاتوه بتاعي. بصوا القوام عامل ازاي، ولا تقيل ولا خفيف، وسط. ومسخنه فرني على درجه حراره 180، هيقعد في الفرن تلت ساعه بالظبط. كده خلصت الصينيه، ادخلها بقى الفرن. خرجت كده صينيه الجاتوه من الفرن، لسه طبعا هسيبها تبرد خالص وبعدين ابتدي ازوقها. كده الجاتوه برد، وقلت بقى ايه اقسمه نصين واسقيه كده سفن، وبعد كده اعمل له كريمه. حطيت كيس الكريم شانتيه كده وشويه لبن، هضرب بالمضرب. بقت بالشكل ده كده. هنحشي بيها بقى قلب الجاتوه بالشكل ده، بالشكل ده. احط بقى النص التاني عليها بالشكل ده. هنحط بقى الصوص عليها على الوش، يبقى في النص كريمه وعلى الوش صوص شوكولاته. بصوا بقى الجاتوه